السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. الإعلام التونسي مجددا يهاجم المغرب تحت ذريعة مباراة كرة قدم في النصف النهائي. فهذه المباراة هذه هي مباراة كرة قدم، لا علاقة لها بأي شيء آخر سوى كرة القدم. لكن الإعلام التونسي لم يفوت هذه الفرصة باش يضرب عاوتاني في المغرب مجددا، يحاول ما أمكن أنه يشوه صورة المغرب ويطيح من صورة المغرب بكل السبل الممكنة، وديما كيجبدوا لك موضوع ديال التطبيع في من ضمن كأس العالم، تطبيع من ضمن كأس الأندية، تطبيع وصلنا نصف نهائي كأس العالم، البعض قال تطبيع. ودابا حاليا كيهضروا على القضية الفلسطينية، وأن المغاربة ما كيدعموش القضية الفلسطينية، وأنه ما دخلوش أعلام فلسطينية والكوفية إلى آخره. رغم أنه اللي شاف المباراة وهما أصلا يعني كيديروا راسهم بأنهم ما شافوهاش وهما شافوها مزيان، شافوا بأنه جماهير الوداد كانت يعني كلها يعني القرادان كامل عامرين بأعلام فلسطينية، وبعض الشعارات الداعمة لفلسطين وغزة في هذه الظرفية اللي كنعيشوها حاليا، أو اللي كتعيشها حاليا فلسطين. فكان هناك كاين واحد الدعم جماهيري من طرف جماهير الوداد، جماهير الوينرز، للقضية الفلسطينية وما يقع في فلسطين أو غزة حاليا. لكن هاد الأمور هادي ما كيشوفوهاش الإعلام المكرغل أو الكروية رقم 2 ديال تونس. الجزائر أو تونس اللي أصبحت ولاية جزائرية ما كتشوفش هاد الأمور، وكتزيد تزايد علينا في القضية الفلسطينية، وكأنه لم يقوموا بتوقيف أو لم يصوتوا لقرار وقف إطلاق النار في مجلس الأمم المتحدة. يعني قرار أممي لوقف إطلاق النار صوتت له معظم الدول العربية ما عدا 2 دول، تونس والعراق. تونس لم تصوت لوقف إطلاق، يعني وقفت تونس هذه اللي كت يعني كتحاول ما يمكن يعني دير علينا أنها فلسطينية أكثر من فلسطينيين إلى آخره. تونس وقفت ضد إيقاف إطلاق النار أو قرار إيقاف إطلاق النار في غزة بكل وقاحة. ويجيو يقول لك في الإعلام ديالهم بأنه لا وحنا وفلسطين والمغرب مع إسرائيل وحنايا مع فلسطين. منافقين. وهذا الشيء ماشي جديد عليهم، لأنهم ماشي أول مرة كيوقفوا ضد المغرب في أي حاجة، راهم كيستناونا غير في الدورة كما كنقولوا حنايا، في أي مناسبة، في أي حاجة وفي أي زمن. باش نكونوا واضحين، راه ديما هادو الذين هادو كيتسناونا في الدورة. نعاودو نكرر أنه تونس كانت السبب الرئيسي والداعم الأول لانفصال شنقيط عن المملكة المغربية وتكوين ما يسمى الآن بدولة موريتانيا. تونس كانت من الداعمين لهذا الشرخ اللي وقع ما بين الدولة المغربية وإقليم شنقيط، وهي الآن من الداعمين بكل وقاحة وبكل صراحة، لأنه كانوا في الأول كيحشموا، دابا جاو خرجوا لها نيشان من الداعمين للبوليزاريو. وفي الإعلام ديالهم كيهضروا على الموضوع وكأنه ما كيخصش يعني الوحدة الترابية لبلد المفروض شقيق، هما ما أشقاء ما والو. باش نكونوا واضحين وصريحين مع بعضنا، أنت شقيق ديالي فعلا، فأنت تدافع عليا ماشي تجي ضدي، ماشي غادي تجي مع واحد اللي هو معروف أنه لا يملك من أمره شيء، مجرد بابيت ديال فرنسا غتجي معاه. ولكن في نفس الوقت فاش كتفكر أنه كتلقى حتى تونس حتى هي راه بابيت ديال فرنسا، حتى هي عبارة عن مجرد دمية أو دولة وظيفية في هذه المنطقة زُرعت من طرف فرنسا. لأنه فاش كتشوف مثلًا فاش كانت وقعت الثورة ديالهم اللي مصدعيننا بها، كانوا صدعونا 10 سنين بها، دابا زعما ندمانين. المهم ديك فاش وقعت الثورة ديالهم في تونس،
كان كان وقع بأنه انتخابات ولا شي حاجة وما عرفت شنو كان خرج ديك الساعة شي قرارات بغاو يديروهم، خرج في ديك الوقت في الجزيرة باش نعاودو عاوتاني لقطر، في الجزيرة خرج وزير خارجية فرنسا ألان جوبي ديك الساعة يمكن سميتو، المهم وزير خارجية فرنسا خرج في الجزيرة كيهدد الدولة التونسية والتوانسة، كيقولهم أي مساس بمصالح فرنسا في تونس غادي يتم يعني التعامل معها بشكل حازم، في نهارها خرج ديك الساعة المسؤولين التونسيين في نهارهم خرجوا كيطمنوا أسيادهم في فرنسا أنه حتى حاجة ما غادي مصالحهم في تونس لن تُمَس. إذن دولة بيدق من بيادق فرنسا في المنطقة، وكانت زايدة لينا حنايا في الوطنية وفي كذا وفي القضية الفلسطينية وإلى آخره، هُما فاقدين حتى السيادة، راه كنا كنقولوا لهم بأنه أنتم ولاية جزائرية، أنتم صافي وليتو ولاية جزائرية، كنتم بيدق من بيادق فرنسا وليتو بيدق ديال بيدق ديال فرنسا، يعني راه أسوأ ما يمكن أن يكون. فاش يجي هاد الإعلام الموسخ ديالهم ديال الإعلام الرياضي وغيره ويهضر لك على أنه المغرب لا مطبّع، وحنا كنهضروا على مباراة كرة قدم، لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية ولا تطبيع ولا حتى شي حاجة، ولكن كيدخلوا لك كيفورسيو داك الشي في النص بالسيف، رغم أنهم شافوا بعينيهم تضامن جمهور الوناس وحتى المغاربة عمومًا مع ما يقع في غزة. وهاد الأمر هذا كيخلينا نرجعوا ونكرروا أنه المغرب عبارة عن جزيرة مطوقة بالأعداء، يعني ما كاينش شي واحد يحيط بنا باغي لينا الخير، وأنه كيف دائما فاش كتقرا التاريخ ديال المغرب أنه الكل يهاب المغرب القوي والكل يريد مغرب ضعيف مشتت، لأن المغرب ضعيف مشتت بالنسبة لهم هو فوز وقوة، لأن غادي تقواو، لأن المغرب القوي اللي شاد راسو هذه يعني أو يعني بالضرورة ضعفهم وتشتتهم. البعض يقولك بأن هذه نظرية بسماركية مجوزة، ولكن فاش كتشوف التاريخ ديال المغرب كتشوف بأنه قوتنا دائما ترهب أعداءنا وكتخليهم دائما في وضع الشك ودائما في وضع التشتت ودائما في وضع التابع، وهذا الشيء اللي خايفين منه كاع الأعداء ديالنا المحيطين بنا، وديما وداد وديما مغرب.